صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكن الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله 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 يا الله
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 نستغفر الله العظيم ونتوب اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة ويد الكرسي وثلاثة من قل هو الله والمعوذ المجتمعنا ها هنا بسببهم المغفور أن الله يغفر لهم ويرحم برحمة والدينا ولكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما آثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوذ حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الدائم البداء على أرضه بالبلاء الموتى ومميت الأحياء. أحمد على ما صرف من القضاء وأشكر على ما أسلف من النعمة وضاف من الآلاء صرف من الهواء. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ذو البهاء والثناء والعظمة والكبرياء. شهادة أحيا بها مؤمنا وأموت عليها مؤمنا وأبعث بها آمنا وأدخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وعلى صحابته وسائر الأولياء صلاة دائمة بلا انتهاء باقية ما لها انقضاء. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام وعلمتنا له من الأحكام حتى جعلتنا ممن يهتدي بهديك ويدين بدينك ويتبع سنة نبيك ويدمن تلاوة وحيك ويتشرف بكريم خطابك ويطلع حكم كتابك الذي أنزلته على سيدنا محمد خاتم أنبيائك المؤتمن على أنبائك وجعلته شفيعا للمؤمنين وهدى للعالمين رحمة للمصدقين وعصمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوعده ووعيده ويتلذذ بعادته وترتيله ويقرأ بترتيله وتجويده ولا يتعدى حدا من حدوده ويعتصم به من الشيطان وجنوده ويبلغ بمرضاك إلى مقصوده. اللهم تجاوز عنا ما قصرنا به من تلاوة ما رتلناها وقراءة ما تأملناها وحمد على غير طهارة أعملناها وأعمال ندبتنا إلى العمل بها فيه فما عملناها. واغفر اللهم لنا بحرمته كل سيئة ارتكبناها أضررناها أو أعلناها وتجاوز عنا بحق كل خطيئة أخطأناها
اللهم اجعلنا ممن سعد به فكان له حجا ولا تجعلنا ممن شقي به فعميت عليه المحجة اللهم وما تفضلت به علينا في هذه الساعة التي جمعتنا فيها جرتك وألفتنا فيها مشيئتك على تلاوة وحيك وقراءة كتابك من دعوة صالحة استجبتها أو قراءة تقبلتها أو بركة انزلتها أو مغفرة انعمت بها أو رحمة تفضلت بها ونسألك اللهم أن تجعل ذلك توبة منا وهدية نافلة منا إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى المهاجر الله الحبيب أحمد بن عيسى البديل المقدم حبيب محمد بن علي بالوي وأصولهما وبرهم ثم إلى المقدم الثاني عبد الرحمن زكاة وأولاده وسعد تاج والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر السكران وأخي عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب العيدروسي الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شعب الدين الأكبر ثم إلى الحبيب أبي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشالي باراس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها منهم الحبيب حامد بن علي الحداد وأخي الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى أرواح صاحب التربة الحبيب علي الشيخ كافة المقبورين في مقبرة الثقاب ثم إلى أرواح صاحب التربة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن حامد الكاب ثم إلى أرواح الحبيب علوي بن أحمد بن حسين ثم إلى أرواح صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بشيخ بشاب وأصوله وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن عيدروس بن شهاب ثم إلى أرواح الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى أرواح الحبيب بكر شريف علي بن شيبي بكر بن سالم ثم إلى أرواح الحبيب بكر شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن حسين شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا منهم جدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب وأصوله وفروعهم ثم إلى روح الصاحب الحبيب العالم العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى روح العالم العلامة الحبيب عيدروس بن عبد الله بن سميد ثم إلى المرحوم إلى رحمة الحي القيوم العالم العلامة ثم إلى روح الحبيب عمنا الحبيب علي بن حسن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عيدروس بن شهاب ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة إلى رحمة الحي القيوم الأبابة شريفة مريم الصعود بنت عيدروس بن شهاب الذي جمعتنا بسببها وهديتنا للترحم عليها الذي جمعتنا بسببها وهديتنا للترحم عليها اللهم أنزل عليها رحمة من عندك توسع بها مدخلها وتنيل بها منزلها وتبلغ بها من رضاك أجمله وتنيل بها من ثوابك الذل واغفر اللهم لنا ولها واغفر اللهم لنا ولهم اللهم إنهم باتوا فقراء إليك ناذلين ببنائك متعلقين بحبل رجائك منقطعين عن أهلهم وأحبابهم مباركين لأخوانهم وترابهم
ملتحفين بأثواب ترابهم راجين لما يعد لهم من ثوابهم مشفقين مما يعد عليهم من عقابهم قد سمع بهم إليك الأشياء وجاد بهم الأظناء وتخلى عنهم الأخلاء وفارقهم الأحباء وتبرأ منهم الأولياء وأنت أرحم بهم من أحبابهم وأن عليهم من أوليائهم وأطب عليهم من أخلائهم وأربط بهم من آبائهم وأبنائهم اللهم ارحمها رحمة تهديها إليها واغفر لها مغفرة تنون بها عليها واجعل قراءتنا نورا لها يسعى بين يديها اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا لهم يوم الفزع وعونا لهم على أهل المثلى وزلفى لهم إليك عند المرتجى يوم يأتونك وعادا فرادا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير منكرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينهم أمدا بعيدا اللهم بأهلهم وأهل مودتهم بحرف الصالح تجمع بهم شتاتهم وتديم على الصلاح ثباتهم وترحم بهم أحياءهم وأمواتهم وتجبر بهم ما صدع من قلوبهم بفقدانهم وتتبع بهم مظلم من أشيائهم بوجدانهم وتعصمهم بالصبر الجميل من بعدهم اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتشفع إليك بأوجع الشفاء لديك وأعظم من أقسم بحقه عليك بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا صحا طبقا عاما دائما اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم كافة الحاضرين بهذا المكان مزايا إحسانك واقسم لنا ولهم نصيبا من لطائف امتنانك وتغمدنا وإياهم بعفوك وغفرانك ومن علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين بمغفرتك ورضوانك واجعلنا يا رب من المفلحين المنجحين الفائزين البارين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين سلام عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر اللهم صل وسلم على الفاتحة
ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معاشر الحبائب, معاشر الأساتذة, hadirin jamaah majlis dzikr arba'in yawm tufiyat walidati, kadzalik majlis ta'lim rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada waktu yang berkah ini bainal isya'in di malam Rabu yang memang biasa kita mengadakan majlis taklim, bertepatan pula dengan 40 hari dari wafatnya ibunda kami almarhumah Su'ud Mariah binti Idrus bin Syahab. Maka kami alhamdulillah bersyukur atas kehadiran antum sekalian dalam majlis yang penuh berkah. Insyaallah apa yang kita bacakan kita hadiahkan kepada orang tua kita dan orang-orang tua kita semua sampai kepada mereka insyaallah taala. Dan subhanallah, kebetulan juga kita niatkan tadi dan kita juga hadirkan nama-nama orang-orang besar yang kebetulan juga mereka itu wafatnya di bulan ini. Jadi kita fatihahkan dan kita hadiahkan juga hadiah kepada Al-Allamah Al-Habib Al-Barakah Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang mana beliau wafat di akhir bulan Jumadil Ula, tepatnya tanggal 30 Jumadil Ula. Kemudian juga hadir bersama kita di sini Habib Idrus bin Sumit yang mana abah beliau meninggal di bulan Jumadil Akhir, wasatul Jumadil Akhir, Al-Walid. Naam, 14 Jumadil Akhir. Naam, 14 Jumadil Akhir. Habib Idrus bin Abdullah bin Smitufi wa bada 4 ayyam takriban Ami Abdullah. Yomen, 2 hari setelah itu wafat Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Jadi kita gabungkan untuk mengangkat keberkahan, kita semua mendapat berkah dari mereka para orang besar, para aulia salihin tersebut. Dan acara ini insyaAllah akan kita tutup nanti dengan adanya ceramah tausiah yang kita mintakan kepada guru kita bersama Al-Habib Hanif bin Umar Abdul Aziz bin Syahab. Dan nanti kita akan tutup dengan solat isya berjamaah. Sekarang masuk waktu solat isya, waktu adzan isya. Kita dengarkan kumandang isya. Bagi ikhwan yang batal wudu silakan berwudu, agar jangan nanti pas ceramah baru nak bergerak wudu. Yang masih punya wudu dipertahankan wudunya. Sekarang masuk waktu adzan isya yang kita dengarkan kumandang adzan. Setelah itu langsung kita mintakan kepada Habibana Habib Hanif untuk menyampaikan nasihatnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله